ورب الكعبة راح تخسر أكثر مما تفوز، راح تخسر أكثر مما تفوز. تايجر وودز أسطورة جولف فاز في 14 بطولة من أصل 100 محاولة. مايكل جوردن فاز ب6 ألقاب كبيرة من أصل 15 محاولة. خسروا أكثر مما فازوا، لكن عظماء. جوارديولا فاز ب 13 دوري من 16. عظماء. ايش السر؟ هل ميسي ورونالدو حققوا جميع البطولات اللي شاركوا فيها؟ خسروا اكثر مما فازوا، بس كانوا ثابتين في القمه. عندهم حاجه واحده، الرضا الشخصي. انزل الملعب، لا تفكر في الهدف، لا تفكر في الاسيست، فكر في الرضا الشخصي. انت صادق مع نفسك، اطلع بين الشوطين، اجلس، قول انا راضي عن نفسي. ابحث عن الرضا الشخصي مع نفسك، صادق. رب الكعبه حتكون من العظماء، حتكون هناك في القمه. الرضا الشخصي، الرضا الشخصي اهم حاجه. يعني صادق مع نفسك، طالع انت راضي، انا راضي، انت راضي، راضي عن نفسك، بس راضي. كل ما تبحث عن الرضا الشخصي حتعمل اقوى 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 اقوى، حتحسن نفسك فجاه هناك. والله جالس معاهم هناك مع العظماء. السلام عليكم، السلام عليكم.